المرة دي بقى مفيش قهوة عشان لسه شارب القهوة دلوقتي، فاحنا هنتكلم دايركت كده من غير قهوة. ثانية بس اوطي صوت المروحة واجي. ما اسموش فشل، اسمه الحاجة اللي بتعلمنا ازاي ننجح. الفكرة دي جات لي من فكرة الاسم دوت جالي من بسم الله. اعتقد ان احنا اتربينا على فكرة ان الفشل ده حاجة مذمومة، مش عارف ليه بصراحة. يعني حتى في المدرسة كان الواحد لما يذاكر ويجيب درجة وحشة، الواحد لما كان بيذاكر ويجيب درجة وحشة كان بيحس احساس بالفشل، يحس انه مش نافع في حاجة. فاهم قصدي؟ احنا اتربينا برضو ان مش عارف احنا اتربينا ولا انا بس كده يعني، بس اعتقد ان احنا كلنا اتربينا ان الفشل هو نهاية الطريق. يعني انت فشلت بقى خلاص بقى، فاهم؟ مفيش حاجة تانية، مفيش امل في الحياة بقى، انت خلاص فشلت. انا بس عايز احكي لك حاجة هنا حصلت معايا، يمكن دي اللي علمتني الدرس ده يعني، او اللي علمتوني بزيادة. يعني انا كنت المفروض اشتغل فيديو اديتور او فريلانس فيديو اديتور، كفريلانس فيديو اديتور، ومفروض كنت اشتغل، وكان مستواي مؤهلني للشغل جدا كمان، وعملت كل حاجة انا ممكن اعملها عشان اشتغل، بس ما جاليش شغل. قعدت شهر ونص ما جاليش شغل. كنت شايف ان انا فاشل ساعتها، بس انا في الشهر ونص دول او شهر وشوية استغليت ان انا معيش شغل، فتعلمت فيهم سوفت وير تاني في المونتاج اسمه افتر افكت، او برنامج موشن جرافيكس يعني. المهم ان انا بعد ما اتعلمت البرنامج ده جالي شغل للبرنامج ده، فاهم؟ يعني الشغل ما كانش يتعمل باي برنامج غير البرنامج ده. فاللي اتعلمته هنا بقى ان الفشل فشلي في ان انا ما اشتغلش مع عميل، واني كنت محتاج ده، يعني ما كانش رفاهيه. هو اللي خلى الموضوع ده يؤدي ان انا اشتغل بعد كده كفيديو اديتور يعني. وفي حاجات تانية بصراحة يعني، مش ده بس مش حابب احكيها. اعتقد ده يمكن ابسط مثال جه في بالي. يمكن اللي بيخلي الفشل حاجة مذمومة شوية هو فكرة انك بتقرب قوي 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 من الحاجة اللي انت عايز توصل لها، وفجأة ترجع ورا ولا كأنك عملت اي حاجة. نفس اللي حصل مع منتخب مصر. حتى الناس كانت بتقولك هل انت زعلان على المنتخب ولا زعلان ان كل حاجة كنا متقرب من حاجة تبعد عنك. يمكن ده اللي بيخلينا نتجنب الفشل. والسؤال هنا ما ينفعش يبقى ازاي نتجنب الفشل، لان انت كده كده هتفشل، او الحاجة اللي بتعملها مش هتسلك معاك. فانت المفروض تسأل نفسك ايه اللي انا هتعلمه من الفشل لما افشل. وحتى لما تسأل نفسك يعني بعد ما تفشل، لما تسأل نفسك السؤال ده، انت مش نفسيتك مش تتحسن، انت هتفضل زي ما انت. فاللي هيخليك احسن شوية هو فكرة حاجة انت المفروض تفهمها، وهي مذكورة في القرآن في سورة البقرة. بسم الله الرحمن الرحيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات. صدق الله العظيم. كان في تكملة الآية بس أنا مش متذكرها. المهم يعني في معناها إن مش معنى آية يعني، بس فكرة إن أنت دلوقتي عايز توصل لنتيجة معينة. النتيجة دي لها سبب، يعني في سبب يؤدي للنتيجة، فانت بتعمل كل الاسباب المنطقية بالنسبة لك انك توصل للنتيجة دي، فانت متوصلهاش. ممكن تعمل كل حاجة متوصلهاش، ربنا ما يوفقكش. وده عشان حاجة واحدة بس، انت مقتنع ان انت اللي هتعمل ده، انت اللي هتعمل السبب فيؤدي للنتيجة، وبتنسى ان في طرف ثالث في المعادلة هو المسبب، ربنا. فانت المفروض تلجأ لربنا وتعمل بالاسباب، مش تعمل بالسبب عشان النتيجة تطلع يعني من السبب. فانت المفروض وانت لما تفشل خليك عارف ان انت المفروض تلجأ لمسبب الاسباب اللي هو ربنا، مش لما تفشل بس يعني. بس انا بتكلم دي اكتر حاجة الناس بتلجأ فيها ربنا، المفروض تلجأ لربنا دايما يعني. انا حاسس ان انا طلعنا عن الموضوع شوية. فاللي اتعلمته ان الفشل يعني، حاسس ان هو واخد اسم اكبر من حجمه، برغم ان هو صعب جدا على الانسان يعني ان هو يفشل كل شوية، وبالذات كل ما يقرب من حاجة وخلاص هيوصل يوم راجع تاني ولا كأنه عمل اي حاجة. يعني يمكن الحاجة الوحيدة اللي بتصبرني ان انا ببقى عارف ان في كل مرة بفشل فيها فانا بتعلم درس معين، سواء تقدير النعمة اللي انا كنت فيها، سواء اللي هو في حالة ان انا بسعى مثلا الفلوس، فانت المفروض بتقدر النعمة اللي انت فيها،
تقدر كل حاجة. مش الفلوس بس، يعني حاجات تانية زي الرياضة مثلا، حاجات تانية كتير يعني. فزي ما قلت لك ما ينفعش تسأل نفسك دي ازاي اتجنب الفشل، المفروض تسأل نفسك ازاي اتعلم من الفشل. عشان ازاي، سؤال ازاي اتجنب الفشل ده عامل زي فكرة ازاي انجح في الامتحان من غير المذاكر. طب ما طبيعي هتذاكر اللي هو هتتعلم فتروح الامتحان، وكذلك الفشل هو العلم في الدنيا يعني. لان انت اي حاجة انت اتعلمتها، صدقني انا بقول لك، اي حاجة انت اتعلمتها، اي نعمة انت قدرتها، الحاجات دي بتحصل في الايام اللي هي انت بتحس فيها ان انت لو فاهم، في الداونز بتاعتك. مش الحياة ابس اند داونز، في الداون بقى هي دي الفترة اللي انت بتتعلم فيها كل حاجة. ما حدش بيتعلم حاجة لما ينجح. يعني انا دلوقتي انا نجحت، ايه اللي ممكن اتعلمه؟ اكيد اتعلمت حاجات كتير، بس اتعلمتها امتى؟ وانا بفشل في الرحلة. فشلت في حاجة فتعلمت ان انا المفروض ما اعملش كده، المفروض اعمل كذا. اتعلمت ان انا المفروض اقرب من ربنا، وهكذا بقى. انا بصيت على الكاميرا دلوقتي، لقيت اني مش مسجل لحد الحمد لله ما لقيت التايمر تحت، فتأكدت اني مسجل. مكنتش هعرف اجنريت الكلام ده تاني، فاهم؟ مش عارف ليه قلت اجنريت، كنت اقول انتج الكلام ده تاني عادي. يمكن الحاجة الوحيدة اللي ممكن تطلع من الفيديو ده هو فكرة انك اكبر اثبات ليك انك حاولت تعمل حاجة هو انك فشلت كتير. محدش عمل حاجة من غير ما يفشل. انا مش بقول لك والله كلام تنمية، مش انا بحسه كرنج الكلام ده، بس للاسف ده كلام واقعي جدا. ان انت محدش بيوصل لحاجة من غير ما يفشل في الحاجة دي كتير قوي. وده كلام مرسل يعني، كلام معروف كده بين الناس، فاهم؟ بس لما بتمر بالتجربة بتحس ان انت الوحيد اللي بتفشل، بتحس ان انت الوحيد الموضوع بياخد منك وقت كبير قوي. انا طرقعت ايدي تمام، طرقعت ايدي تاني. المهم بتحس الموضوع بياخد منك وقت كبير قوي، بتحس انك بتفشل اكتر من اللي بيظهر لك على السوشيال ميديا. تلاقي واحد قرر يتعلم حاجه فتعلمها وعمل منها كذا وكذا وكذا في شهرين ثلاثه، تيجي تعملها تلاقي نفسك بتاخد سنه وشويه. تحس ان انت فاشل، تحس ان انت احساس وحش. انا ما اعرفش الناس اللي على النت دول هم كده يعني، هم موهوبين بان هم يوصلوا لحاجه بطريقه اسرع مثلا مننا، عارفين حاجه احنا مش عارفينها، مش عارف. انا شفت قبل كده فيديو لواحد فيديو الناس يعني يقول لك اتعلمت الهاند ستاند في 6 شهور، اتقنتها في 6 شهور. انا يعني ايه اتقنتها في 6 شهور؟ لا بجد، يعني ايه اتقنت الهاند ستاند في 6 شهور؟ ده انا قعدت بتاع 2 وشويه عشان بس اقول على نفسي بعرف اعمل هاند ستاند. ازاي وصلت كده؟ مش عارف انتوا بتوصلوا بسرعه ازاي كده. يعني في واحد بيقول لك انا اتعلمت البلانش في الكاليستانكس مثلا في بتاع سنه. انا بقالي سنه ونص طق في ادفانس الطق، بطلع من الطق للادفانس الطق. انتوا يا جماعه بتعملوا الحاجات دي ازاي يا جماعه؟ بتوصلوا بسرعه كده ازاي؟ فالمهم انك بتحس انك بتفشل اكتر من الشخص اللي بيكلمك، الشخص اللي بيوصل على السوشيال ميديا. فلما تحس انك بتوصل ابطأ، تبدا تحس ان انت انسان فاشل في كل حاجه في الحياه. كل حاجه بتثبت لك انك فاشل. ده حتى كمان مش كده بس، يعني انت كنت انسان عادي فجاه قررت تنجح، وانت بتسعى للطريق ده كده، انت بتسعى رايح للنجاح، تلاقي الهدف ده بيبعد عنك، تلاقي النجاح كل ما تقرب يبعد لدرجه ان انت فجأة في نص الطريق تهت كده، ولا انت عارف انت ناجح ولا انت فاشل، ولا عارف تبقى ناجح ولا عارف تبقى فاشل، ولا عارف تعيش حياتك القديمة اللي انت كنت كارهها، ولا عارف تعيش حياتك الجديدة اللي انت بتسعى لها. مش عارف، انت مش قادر تصنف نفسك ايه يعني. لو صنفت نفسك فاشل فانت المفروض بتسعى لحاجة، لو صنفت نفسك ناجح فانت لسه ما وصلتش للي انت عايزه. يعني انت فشلت في انك تفشل وفشلت في انك تنجح، بالك ايه تاني؟ ده اللي بقول لك طبعا، ده اللي انت هتحس بيه فتره كبيره. انا ما اعرفش فتره كبيره دي قد ايه، ممكن تبقى شهرين، ممكن تبقى 6، ممكن تبقى سنه، ممكن تبقى 2، ممكن تبقى 5 سنين، ممكن تبقى 10 سنين، ممكن تبقى 20 سنه. انا ما اعرفش، كل واحد ورزقه يعني. حتى عارف انت زي قصه مصطفى زيكو اللي كان بيلعب في منتخب مصر. شفت قصته؟ لو سمعت قصته، هو وصل ان هو يلعب في كاس العالم وهو عنده 29 سنه تقريبا، بعد سلاسل من الفشل والاحباطات، وحياته اصلا كان قاعد مديون، وكان بيقعد بيبات في الشارع تقريبا. انا مش فاكر القصه بصراحه كلها، بس انت شايف قاعد قد ايه حاسس ان هو مش هيوصل لحاجه، مع ذلك بيسعى. او مش حاسس ان هو مش هيوصل لحاجه، الظروف بتقول ان هو مش هيوصل لحاجه. ممكن يكون هو من جواه حاسس ان هو هيوصل، بس الظروف كلها ضده. وهي كده لازم الظروف
تبقى كلها ضدك. يعني شفتش حد الظروف كلها معايا بصراحة، غير بقى لو مش عارف لو ايه. المهم موضوع الفيديو كله ما اسموش فشل، اسمه الحاجة اللي بتعلمنا ازاي ننجح. الفكرة دي جات لي من فكرة الاسم دوت، جالي من عارف انت ما اسمهاش خدامة، اسمها الست اللي بتساعدنا في تنظيف البيت. مش عارف ليه خدت الفكرة من الجملة دي، بس هي عجبتني بصراحة. ما تقولش على نفسك فاشل، ما تقولش على نفسك ما تعملش زيي. واعتقد كده خلاص الفيديو ممكن يكون خلص. متنساش تصلي على النبي.